أنا هذيك الشخصية اللي تقدروا تقولوا عليها منغالغة على روحها. جوزت 5 سنين الأخرى نتاعي في هذه الدار الصغيرة ومنعزلة عن العالم الخارجي. بزاف ناس تجيهم هذه البلاصة ضيقة بزاف، لكن بالنسبة لي نرتاح فيها صح. هذه الدار الصغيرة لكن تعني لي العالم كامل. هي ضيقة لدرجة أني نعرف كل حاجة تصرى فيها وفي أي وقت، على الأقل نكون في أمان هنا من العالم الخارجي. أهلا بكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم جبت لكم الغموض، الإثارة، الرعب، التشويق، الجريمة، المهم فيها التميز. قبل ما نسمعوا الحكاية نتاع اليوم ما تنساوش لايك للفيديو، أبوني للقناة وتفعلوا زر الجرس. المهم طفيوا الضوء، غطوا، ركبوا الكتمان تاعكم، ولا نقول لكم خليوا الكتمان بجهة اسمعوها كامل مع لافامي هذا تقاسموا الخوف نتاعكم. من كنت صغير كنت طفل طبيعي بحالي بحال أي واحد كانت عنده عائلة. كنت عايش أنا والوالد نتاعي والوالدة وخويا الكبير. ما قعدتش متفكر الوالدين نتاعي بزاف لأنه ما كناش نتواصلوا بزاف، لكن الحاجة اللي نعرفها أنهم كانوا يبغيوني أنا وخويا الكبير، لكن كانوا مشغولين بزاف في الخدمة نتاعهم، وكانت تبان لي أنهم حاسبين خدمتهم أولى مني. لكن خويا الكبير كان العكس نتاعهم، والحاجة اللي كنت متفكرها بيها أنه هو الوحيد اللي كان مهتم بيا لدرجة كنت ناكل الماكلة اللي وجدها لي ونفضلها على ماكلة والدية، وعمري حسيته أنه مش حاملني ولا ما يحبش يقابلني ولا يعتني بيا. وهذا الشيء اللي كان عجبني فيه، كان مبين لي باللي يحبني تاع الصح. ما لقري هذا الاهتمام ما كانش خدمته. المهم رجعت واحد الطفل اللي يحشم بزاف، وكنت توجور غالقة على روحي، سواء في الدار اللي كنت ندخل شمبرتي ونغلق على روحي، ولا في المدرسة اللي كنت مريح وحدي وما نحكي مع حتى واحد. كنت نستنى وقتها يخلص الدرس ونرجع لشمبرتي. في هذيك الدار كنت نروح للكوزينة غير ناكل ونرجع لشمبرتي. من ذاك نقول هذه الحالة اللي راني فيها هي غلطتي. كنت جيت نخرج ونفهم والدي أكثر ما كانش راح يصرالنا هكذا. المهم في واحد الليلة وانا راقد ويفيقني واحد الصوت من الباب نتاع الشمبر نتاعي، واللي هو الصوت نتاع واحد حاب يفتح الشمبر نتاعي، كان يفتح فيها بالجهد والعنف. كانت عندي واحد العادة وهي أني نغلق على روحي الشمبرة بالمفتاح. هذا الشيء اللي كان يخليني نحس بالأمان أكثر، ونظن هذه العادة هي اللي نقضت حياتي، ويا ريتها ما نقضت حياتي وما خلاتني نعيش الشيء اللي عشته واللي خليني مدمر حياتي كومبلي. المهم نط من بلاصتي وانا ميت بالخلعة. بديت نقرب للباب غير بشوي ونسي نعرف شكون ورا هذا الباب، ولا شكون هذا اللي حاب يدخل شمبرتي. المرة الأولى كنت حاسبه هذا غير خويا الكبير وحاب يطلب مني كش حاجة، ومن بعد رجعت نسمع في عياط نتاع الشخص يحاول يقتحم الشمبرة نتاعي. هنا وش نقول لكم، جمدت من الخوف. خويا الكبير كان واحد الشخص اللي كالم وعمره ما رفع صوته، ما شكيتش هو نفس الشخص اللي راه يخبط في الباب بهذه الطريقة. بقيت مرعوب في بلاصتي وما على باليش وش ندير. غطيت راسي بالغطا نتاعي وريحت نبكي حتى فقدت الوعي. من بعد من فقت نلقى روحي في نفس البلاصة اللي رقدت فيها، والفريش نتاعي معبب بالعرق والدموع، ونسي نقنع في روحي باللي الشي اللي صار البارح حلم برك. وهي تاع الصح في 10 ثواني قدرت نقنع روحي باللي الشي اللي صار البارح هو حلم برك. ومن نط من بلاصتي وهبطت لتحت شفت واحد الحاجة، وش نقولكم يا خاوتي، بقات في الذاكرة نتاعي حياتي كامل. محال ننسى هذاك المنظر في حياتي. الدم كان كاين في جميع الأرجاء نتاع المنزل، وواحد الريحة وش نقولكم يا خاوتي كانت قاوية لواحد الدرجة أنها توصل ريحتها حتى للحلق نتاعك وتخنقك. كانت واحد الريحة كارثة. هذيك الريحة كانت الريحة نتاع الدم البشري من يتخثر. شفت ثاني لابوليس دايرين بالدار ومديرين واحد الشريط أصفر على أنها هذيك البلاصة هي الموقع نتاع الجريمة. مازلني متفكر هذا المنظر كما كان حتى الذوق، كيفاه كانت نفسيتي مدمر، وكيفاه كنت غير نبكي ونعيط باسكو عبالي باللي عائلتي كومبلي تقتلت في هذه الليلة. بصح ذوك وانا عندي 18 عام صراحة ما بقيتش متذكر بزاف حاجات من هذيك الحياة القديمة نتاعي اللي كنت عايش فيها. طبعا ما نكذبش عليكم،
غير بدلت الدار ووليت ساكن وحدي، حتى الشكل نتاع والدي قريب ننساه. الحاجة الوحيدة اللي مازالني متفكرها هي خويا الكبير. وهذه هي حالتي دوك، عايش بواحد الشوي نتاع الدراهم اللي نخدم ونجيبهم، وهذوك الدراهم ما يقدروا يديروا والو من غير انهم يوكلوني. ومن ذاك لابوليس كانوا يعيطوا لي ويقولوا لي وين وصلوا في التحقيق نتاعهم بخصوص شكون قتل العائله نتاعي. بصح دائما كانوا يقولوا لي نفس الهضره، انهم ما عبالهم شكون دار هذا الشيء وعليه داروه. بصح قالوا لي باللي راهم مازالهم خادمين على القضيه هذه. اما انا كنت نقول لهم غير ايه معليش، كنت غير نكو بهذيك المكالمه نرجع للبيسي نتاعي. وليت بارد وما فهمتش اصلا علاه صرالي هك، مع باليش اسكو مازالني مصدوم ولا الشخصيه نتاعي رجعت دايره هكذا. واحد النهار من نهارات المتشابين اللي كنت نجوز فيهم، نضت الصباح وغسلت وجهي، لكن هذه المره صارت واحد الحاجه مختلفه. هذه المره قاعد نهز عيني غير بالشوي ونشوف في المرايه اللي قدامي، ولأول مرة شفت شحال أنا تعيس وبائس ومثير للشفقة في هذه الدنيا. شاب عنده 18 عام يضيع الطاقة نتاعو هنا ومازال خايف من العالم الخارجي كما كنت أنا وصغير. وقلت صاي هذا الشيء لازم يحبس هنا. هدرت مع الطبيب النفساني اللي كنت متبع عنده وشرحت له راني نحس. قال لي لازمك تخرج من الدار شوي بشوي وتعود نفسك تدريجيا يتنحالك هذا الخوف. وقال لي وقت ما كنت مريح قول لي نخرجوا كيف تقدر تتقلب على الخوف هذا. ولي أول مرة في حياتي راح ندير أكثر من هذاك الشيء اللي تطلب مني، وما كنتش قادر نصبر أني نتغلب على الخوف تدريجيا. بس كنت على الصح مليت من هذه المعيشة اللي راني عايشة، وحبيت ندير كش حاجة مادامني متحمس وعندي الرغبة نتغلب على الخوف نتاعي ونتبدل. وهذه اللي كانت أكبر غلطة نديرها في حياتي. وفي الوقت اللي كان لازم نخرج للعالم تدريجيا نتغلب على الخوف نتاعي، حبيت نواجه الخوف نتاعي من الموت هو الأول. والطريقة الوحيدة نقدر نحقق الشيء هذا هو نشوف الموت بعيني. المهم دخلت لواحد الموقع اسمه دارك ويب باستعمال واحد المتصفح اللي اسمه تول. وقبل ما ندخل درت بزاف حماية للبيسي نتاعي، اصلا كنت ذكي في المجال التقني. دخلت للدارك ويب ودخلت ديريكت للمواقع اللي كاين فيها تصاور تاع الناس اللي صارت لهم حوادث مميتة. مثلا جندي في الحرب رجليه مقطعين في زوج، راجل في طوموبيل نتاعو صرات له اكسيدا ومخو خارج على الجمجمه نتاعو والاحشاء نتاع كرشو ثاني هما خارجين، شخص ضرباته واحد الصاعقه وطاح في الارض يترعد حتى ولا الجسم نتاعو ازرق وعينيه خرجوا من راسه. قبل ما نكمل التصاور حتى حسيت بواحد الدوخه خفيفه وتقطعت لي النفس وحسيت باللي وجعني قلبي وحسيت بالدوران. بعد قلت الحمد لله من ماتوا هذو الناس باسكو ما يقدروش يعيشوا بهذه الطريقه. كنت نحاول نغلق هذاك الموقع شحال من مره باسكو كنت مرعوب، ومن ذاك نتفكر اللقطات من الشي اللي صار مع العائله نتاعي، كنت حس كانه كاينه حاجه خليتني نزيد نحوس نشوف كش حاجه. كان عندي واحد الهدف هو اني نبرد قلبي، وهذو الحوايج ما لازمش يزيدوا يخلعوني ولازم يرجعوا يجيوني عادي. دقيقه وجاني واحد الفيديو اللي يلفت الانتباه بالعنوان نتاعو واللي هو Family Night Gone Wrong، اللي تعني أمسية عائلية حدثت بشكل خاطئ. كليكيت عليه ومريح نتفرج كما مالف نتفرج أي فيديو عادي، لكن في الحقيقة مش راح يكون كما أي فيديو آخر. المهم كان يبان واحد الراجل ومرأة مربوطين على واحد الآريكة في وسط هذيك الدار وعلى فمهم سكوتش، لكن الكاميرا ما كانتش تصور مليح. وسمعت ثاني كأنه كان صوت آخر معاهم، يبان واحد الصوت كشغل نتاع الطفل الكبير وما يبانش ثاني في الكاميرا هذيك. ومن بعد بين واحد زوج رجال واقفين وراء هذوك الراجل والمرأة وبداو يقربوا ليهم بشوي كشغل حابين يكالميهم. من بعد جاو زوج أشخاص أخرين وكانوا جابتين واحد السيف، وهذاك الطفل اللي حكيت لكم عليه زاد العياط نتاعو. ولكن هذا الشيء مش راح يوقف هذوك الرجال الزوج. المهم جبدوا السيف نتاعهم وقتلوا ذاك الراجل والمرأة اللي كانوا مربوطين. ولكن مش هذا الشيء اللي قادر يخليني من نهار ويدمرني ويخليني نغلق البيسي نتاعي ونريح نبكي في جهة. اللي خلاني مرعوب
اللي هو وين الكاميرا دارت وين ذاك الشخص الثالث اللي كان معاهم في ذيك اللحظة، قدرت نتعرف على هذاك الوجه متاع خويا، وهذيك البلاصة كانت هي دارنا، وهذاك الرجل والمرأة اللي كانوا في الأول اللي قدرت نتعرف عليهم هذوك والديا. المهم في هذيك اللحظة بعد حسيت روحي دوخت وقلبي رجع مزير عليا. المهم بكيت وتفكرت بزاف حاجات واختار في بالي بزاف حاجات، وهذا الشيء اللي شفته في الدارك ويب هو التسجيل نتاع واش صرا في الدار في هذيك الليلة اللي كنت مسكر على روحي في الشامبرة. هذه هي الليلة اللي تبدلت فيها حياتي كامل. عيطت ديريكت لابوليس ومديت لهم هذا الفيديو كدليل باه يقدروا يعرفوا شكون دار هذا الشيء. قالوا لي هذا الشيء قادر يعاوننا بزاف باه نقدروا نعرفوا شكون دار هذه الجريمة، وهذه هي الحاجة الوحيدة المليحة اللي قدرت نخرج منها في الدارك ويب، وثاني نقدر نكون تغلبت على الخوف نتاعي. لكن يا ريت لابوليس يقدروا يشدوا الشخص اللي دمر لي حياتي. هذه القصة من أكبر القصص اللي مني النهاية نتاعها. واو على هذيك